السلام عليكم. الحمد على السلامة. إن شاء الله النهاردة هنكمل الجزء الأخير في المحاسبة الإدارية، ويبقى الحمد لله كده خلصت المادة كلها. هناخد الجزء الأخير هو جزء القرارات. جزء القرارات سهل جدا، مفيش أسهل منه، لأن هو أصلا ليه كمان المسألة سهلة لسببين. السبب الأول إن الطالب وأنا بشرح له المسألة بيساعدني فيها وبيفكر معايا وبيتخذ معايا القرار، فبتلاقي المسألة ثبتت معاك. بتلاقي نفسك أنت فاهم المسألة لدرجة إن أنت بتحل معايا من غير ما نشرح أي حاجة. دي نقطة. تاني نقطة نسيتها، مش مهم هي. لا افتكرتها. تاني نقطة إن المسألة ليها طريقة حل كبيرة، وفي الآخر لما تفهمها هقول لك على الاختصار إن أنت تطلع الناتج من غير ما تحلها بالخطوات، بس لازم أعمل الخطوات الأول. شوف. أول حاجة قرار الشراء أو التصنيع. المقصود بقرار الشراء أو التصنيع إن الشركة وهي بتصنع المنتجات بتاعتها ففي جزء معين بتحتاجه في العملية الإنتاجية. مثلا مصنع أساس محتاج للقماش اللي هيعمل بيه الأساس مثلا. فالقماش اللي هو يدخل في العملية الإنتاجية ده هو بيقول أصنعه عندي ولا أشتريه جاهز. فيبقى هنا في جزء من العملية الإنتاجية اختلفنا عليه، فمش عارفين نصنعه ولا نشتريه جاهز. ففي الحالة ديت مش محتاجة، هديلك التكاليف والقايمة بتاعت تكاليف التصنيع، وهديلك القايمة بتاعت الشراء. لو أنا هشتريه ب5000 بس هصنعه ب3 يبقى هصنعه أفضل، لكن لو أنا هشتريه ب5000 بس هصنعه ب7 يبقى هشتريه أفضل. أهم حاجة تركز عليها إن في تكاليف أنت كده كده هتدفعها سواء اشتريت أو صنعت، اللي هي إيجار المصنع اللي أنا فيه، إيجار المكان نفسه. يبقى هل إيجار المكان يؤثر على الشراء، يؤثر على التصنيع، ولا لا يؤثر على الشراء والتصنيع؟ هو لا يؤثر، يعني مش هيفرق. ما أنا دلوقتي لو بقول لك لو أنا هشتريها ب5000، لو أنا هصنعها ب3000، بس في كل الأحوال أنا بدفع تكاليف ثابتة 2000 جنيه. 2000 جنيه، يبقى لو أنا بشتري هدفع التكاليف الثابتة 2000 جنيه، ولو انا بصنع هدفع التكاليف الثابته 2000 جنيه. تيجي نجمع واحنا معانا الثابت هو لحد دلوقتي تشتري ولا تصنع؟ تصنع. طب لو حطيت التكاليف الثابته مش هيفرق، ما هي برضه هتطلع ديت ب7 هتطلع ديت ب5. تشتري ولا تصنع؟ يبقى اذا التكاليف الثابته اثرت على القرار. يبقى التكاليف الثابته العامه، لان في تكاليف ثابته خاصه، يبقى في تكاليف ثابته خاصه بالشراء بس. التكاليف الثابته الخاصه بالتصنيع مثلا 4000 جنيه ديت اسمها ثابته خاصه. لو ثابته خاصه بالتصنيع هتتجمع لو هنصنع بس، لو ثابته خاصه بالشراء هتتجمع لو هنشتري بس. يبقى ايه الفرق بين ال 4000 دي وال 2000 وال 2000 دول؟ ثابته عامه. ثابته عامه على الشراء وعلى التصنيع، لا تدخل في القرار ولا تؤثر في القرار، لأنها تضاف في الحالتين. لكن ثابته وخاصه، لو هتصنع هتدفع 7، لو هتشتري هتدفع 5. يبقى اشتري. في مشكله في الكلمتين دول؟ ناخد مثال على الشراء والتصنيع. شركه ترغب في انتاج او في شراء الجزء س. الشركه ترغب في شراء الجزء س لاستخدامه في الانتاج، وأمام الشركة مقترحين هما الشراء أو التصنيع. بيانات التصنيع، مسألة مفيش أسهل من كده. أدي بيانات التصنيع. هدفع مواد خام 50 جنيه للوحدة، هدفع أجور 40 جنيه للوحدة، هدفع خدمات أو تكاليف صناعية غير مباشرة متغيرة. لو قال لي غير مباشرة، تكاليف صناعية غير مباشرة ثابتة، لازم ادور وراها اشوفها غير مباشرة ثابتة خاصة بالمنتج خاصة بالانتاج، ولا غير مباشرة وثابتة عامة. لو غير مباشرة وثابتة وعامة هعمل ايه؟ هسيبها في حالها لانها مش هتأثر. واصلة؟ مش مشكلة؟ طيب يبقى التكاليف الصناعية الغير مباشرة طالما متغيرة يبقى خاصة بالانتاج. يبقى المتغيرة يبقى بتتغير، يبقى لو هتنتج هتدفعها، لو مش هتنتج مش هتدفعها. يبقى المتغيرة بتتغير وخاصة بالإنتاج. تكاليف صناعية غير مباشرة متغيرة مثلا 10 جنيه للوحدة. بعد ما خلصت جيت بشوف، قلت له أنت دلوقتي الشركة ترغب في الجزء س بكمية
10,000 وحده. حلو الكلام. يعني احنا محتاجين 10,000 وحده من الجزء من المنتج اللي اسمه س. فلو رحنا نصنعهم هندفع 50 جنيه مواد، 40 جنيه اجور، 10 جنيه خدمات. في الحاله ديت يا فندم هيكون التكلفه 100 جنيه، والتكاليف الثابته العامه 200,000 جنيه. يبقى في تكاليف ثابته عامه ب 200,000 جنيه. حلو الكلام. دي ملهاش علاقه بالقرار ولا هتاثر ولا ليها اي لازمه في المساله. تسمى تكاليف غارقه، رايحه عليا، يعني كده كده هدفعها، يعني رايحه خلاص. تسمى تكاليف غير تفاضليه، يعني انا ما بتاثرش مين افضل من مين، يبقى لا تستخدم في التفاضل. انا لما اقول دي افضل ولا دي افضل ما بدخلش الثابته. يبقى اذا التكاليف الثابته تفاضليه ولا غير تفاضليه؟ غير تفاضليه. خلاص كده. طب التكاليف المتغيره تكاليف تفاضليه. خلاص. طيب نيجي بعد كده. وعرض مدير المشتريات على الشركه شراء هذا الجزء بتكلفه 90 جنيه وخصم 10% ونقل وشحن 12 جنيه وتركيب مثلا ب 15 جنيه. من وشها كده، من مبدئيا كده تقريبا تحس كده ان احنا هنصنع، صح؟ انت لو كنت بتجمع ورايا الارقام الصغيره اللي فوق 50 40 10 يدوني 100. طب تحت 90 شيل منهم 10% يعني شيل 9. وادي نقل وشحن ب 12 على 81 و 93 93 و15 108 عدت ال 100. لا هشيل حاجات جاهزه فهركبها، الثانيه مش هصنعها، الثانيه مش انا هصنعها عندي. خلاص. طيب يبقى دي كمان كلها مصاريف شراء. فدخلت في 108 مبدئيا كده من غير ما احل. اديني خدت القرار، صح؟ مش القرار واضح قدام عينيك؟ انا جمعت بعناية الواحده هشتريها بكام؟ وجمعت بعناية الواحده هصنعها بكام؟ 10,000 وحده في تكاليف التصنيع، 10,000 وحده في تكاليف الشراء. المساله دي بتتحل ازاي؟ ببدا اجيب تكاليف التصنيع كلها بالوحده وبالاجمالي عشان مش عارف لو سال يعني، فاروح واقول له هي المواد بكام؟ المواد ب 50 جنيه وانا محتاج 10,000 وحده، يبقى 50,000 جنيه. والاجور بكام؟ ب 40 جنيه و10,000 وحده ب 40,000 جنيه. وتكاليف ثانيه متغيره ب 10 جنيه في ال 10,000 وحده تطلع عامله كام؟ 10,000 جنيه. اجمع كده وصلت معايا 100,000 جنيه. اجمع كده الواحده واقفه عليا ب 100 جنيه. طب لو هناخد قرار بالشراء هروح واشتري الواحده عامله 90 جنيه وسايب لي خصم 9 جنيه، 10% من ال 90 جنيه، 10% من ال 90 جنيه هتطلع ب 9 جنيه. خلاص. وسايب لي خصم 9 جنيه وهتروح وتنقلها ب 12. ازاي ال 10,000 المفروض مليون، مش زود اصفار في 50 ل 40 ديت او زود اصفار. ليه؟ زود اصفار في زود كل اصفار في 50 ل 40 10. ماشي. تشيل صفر من هنا. خلاص. هنقلها ب 12 جنيه هركبها بكام؟ 15. 15. واقفه عليا بكام؟ 108. 8 اه في 10,000 وحده في 1000 وحده يبقى 108,000. تدفع 108,000 جنيه ولا تدفع 100,000 جنيه؟ ادفع 100 طبعا. إذا القرار الأفضل هنا في الحالة ديت هو قرار التصنيع. بس ركز بقى خلاص، أو ادينا هنشاور على قرار التصنيع. في الحالة ديت قرار التصنيع هو الأفضل. لو سألتك على التكاليف بتاعة الفرصة، سألتك على الوفر في حالة التصنيع هتوفر كام؟ برافو. الفرق بين الشراء والتصنيع يعتبر وفر، فيبقى كده في الحالة ديت الوفر 8,000 جنيه. ما هو 108 ولا 100؟ 100. يبقى ادفع ال 100 واوفر ال 8. ديت نقطة.
تاني نقطة هيجي بقى يجيب لي نقطة بابل شيت بعد ما نخلص كده المسألة خلصت. حد عنده مشكلة؟ جاوب بقى على النقطة دي. بيقول لك إذا طبعا الواد المدير سأل المحاسب الإداري قال له نشتري ولا نصنع؟ راح المحاسب الإداري قال له إيه؟ نصنع. فجأة جه المدير وقال له بقول لك إيه؟ إحنا مش هنصنع، إحنا هنشتري من بره. قال له يا فندم بس أنت كده هتدفع أكتر، أنت كده هتدفع 108. قال له مالكش دعوة، أنا اتخذت قرار بالشراء يعني بالشراء، ومش هنصنع يعني مش هنصنع. في الحالة دي هو قال له إحنا مش هنصنع، الواد المحاسب مش فاهم العلة إيه ولا السبب إيه، وقال ان المدير اتجنن. بقول لك المكالمه بس. وقال ان المدير اتجنن. المدير جايب محاسب اداري وبيديله مرتب بالالوفات، وفي الاخر بيقول له اشتري ولا اصنع؟ قال له صنع، وقال له لا مش هصنع انا هشتري. خلاص يا عم انا مالي، انت حر اعمل اللي انت عايزه. اصلا انا المحاسب الاداري مش انا اللي بتخذ القرار، انا بقدم البيانات للاداره والاداره هي اللي بتتخذ القرار. المحاسبه الاداريه مهمتها ومعناها انها تجمع بيانات. فالمحاسب الاداري جمع بيانات ان القرار بالتصنيع. راحت الشركه اتخذت قرار بالشراء. ليه بقى؟ اقول لك انا السبب. شفت المكان اللي هم هيصنعوا فيه؟ مش هم يستغلوا مكان والمكان ده ليه مساحه وهنجيب عمال وهنجيب ناس وهندفع ايجار وهنعمل قصه وموال. فقال احنا مش هنصنع والحته دي هتبقى فاضيه، هاجرها وهاخد الايجار والايجار هيجيب فلوس والفلوس ديت هستخدمها في الشراء. فراح قال لي هنا كده بفرض انه تم اتخاذ قرار بالشراء والاستغناء عن التصنيع. يبقى كده خلاص ما اجي اقول لك التكاليف كام تقول لي 108 وذلك ايوه ماشي مقابل ايجار الجزء الغير مستغل اللي هو الجزء اللي كنا هنصنع فيه ب 30,000 جنيه. يبقى في ربح كده 22 يا باشا ده انا كده مش حوار ربح، فكده تكاليف الشراء. هو فاكر المحاسب الاداري قال لك التصنيع يكلف كام؟ بس انا اتخذت قرار بالايه؟ بالشراء ب 108. طب وانا لما يجي لي 30,000 جنيه من بره هيبقى واقف عليا ب 78. اقول له يا بقى فهمت بقى ان الاداره شطاره وان العلم اللي عندك دوت تعمل بيه ايه؟ زمره. حلو ماشي هي اللي جت على اللحم. يبقى هنا ال 100,000 جنيه ده قرار الكلام على ورق، لكن الدماغ الشغاله الحاضره وانا هتعب نفسي ليه؟ ودايما الناس اللي هم رجال الاعمال والمديرين واصحاب الفلوس واصحاب الافكار ما بيتعبوش نفسهم، يجيبوا الفلوس باقل مجهود. انا اعمل ايه؟ انا هتعب نفسي واقعد اصنع واجيب عمال واتابعهم واضيع في وقتي؟ لا 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 انا اشتريه من بره جاهز. طب ما الحته دي بقت فاضيه، انا هجيب حد ياجرها ويديني الايجار واخد الايجار احط عليه 70,000 جنيه واشتري المنتج من بره. انا كده كده الحته دي كانت غير مستغله. في الحاله ديت نتخذ قرار بالايه؟ انتهى القرار الاول. من التركية بقى اللي انت كنت بتقول عليها هذه ليلتي. اشربوا قهوه.